ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاكم دكتور فارس نشأت باذن رب العالمين. النهارده اقول لك تاخد مع مين احياء بالظبط والخطه التفصيليه اللي هترسيك السنه كلها. اولا كده ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا اهم حاجه في فيديو النهارده انك تنضم في جروب التليجرام اللي هتلاقيه تحت في الوصف وهتلاقيه في اول تعليق مثبت. جروب التليجرام ده ببساطه كده هينزل عليه ايه؟ هينزل عليه كل التلخيصات بتاعت كتب ثانويه عامه، هينزل عليه اهم النصايح، هنمشي مع بعض على خطط وحاجات كده ثابته، فما تنساش انك تنضم ليه عشان هينزل عليه كل حاجه. مبدئيا كده خلينا اتكلم على عنوان الفيديو بالتفصيل، الا وهو انك تاخد مع مين في الاحياء بشكل تفصيلي. في ناس بدات ان هي تتجه يعني تبعد عن المشاهير، وده الصح. يعني انت ما تمشيش ورا القطيع، خد من اللي بتفهم معاه، ودون اهم حاجه في مبدأنا في ثانويه عامه، واللي انا يعني اتفقت مع ناس كتير عليه. ما تمشيش ورا القطيع، ما تمشيش مع زمايلك، وما تمشيش مع المشاهير. ليه؟ مش شرط تاخد عند حد ده ويكون هو انت بتفهم منه. طالما الناس كلها بتفهم منه ممكن تكون انت واحد تفهمش منه، بس ما تكملش معاه. عشان كده بقول لك في ناس كتير على الساحه. طيب دلوقتي انا كاتب لك في عنوان الفيديو ما تاخدش معاه ولا دكتور محمد ايمن ولا دكتور احمد الجوهري، لكن انا حابب اقول لك لو انت بتفهم منهم خد معاهم عادي جدا طالما انت بتفهم منهم. اهم حاجه بس في نصيحه فيديو النهارده كده انك ما تشتريش الكتب بتاعه المدرسين، حرفيا كتب خصوصا الحل. يعني انت ممكن تشتري كتب الشرح لو انت بتفهم منها مبسطه والوان ممكن تكون كويسه، لكن كتب الحل ما تشتريش اي كتاب حل لمدرس. ليه بقى؟ مهما كان جاب لك من افكار مش هيجيب لك زي كتب التفوق او زي كتب زي كتب الامتحان او ايا كان الكتاب اللي نزل، ولكن هم مهما كان يحطوا وحتى الافكار دي اللي جت من دماغهم مش هيجوا زي مؤلف كتاب حل بيحط كتب حل بقاله مثلا 20 30 سنه. فهي دي الفكره. فانت الفكره انك هتشترك معاهم، اشترك معاهم الشرح عادي لو انت بتفهم منهم. خلاف كده ما تجيبش كتبهم. ليه؟ لان الكتب بتاعتهم اولا خصوصا بتاعت الشرح، انت عاوز تجيب كتب خصوصا بتاعت الحل. لو انت عاوز تجيب كتب الشرح ماشي طالما انت تفهم من كتب الشرح والدنيا منظمه معاك. خلاف كده لو انت بتلعب برضه من كتب الشرح ما تشتريهاش، لكن كتب الحل ما تشتريهاش قطعيا. ليه؟ الحل في كتب متخصصه للحل زي كتاب التميز في الاحياء، كتاب التفوق برضه في الاحياء، عندك في الكيمياء كتاب الوافي وكتاب الامتحان وكتاب التفوق، كتاب مندليف وكتاب الايزو. يعني عندك اكتر من كتاب في الماده. عندك برضو في الفيزياء كتاب نيوتن وكتاب الامتحان، وعندك كتاب الوسام، عندك اكتر من كتاب. فانت تشتري كتاب لمدرس ده اللي ضيعني حرفيا في ماده الاحياء، ان انا اشتريت كتب المدرسين واللي ما خدش بالكفاءه العاليه خصوصا كتب الحل. اما كتب الشرح اشتريها لو انت بتفهم ماشي تمام. طيب دي اول نقطه عاوز اتفق معاك عليها. طيب تاني نقطه، في مدرسين كتير يعني على الساحه، مش شرط اقول اسماء ولكن انا مش عاوز اظلم حد ان كله بيعمل مجهود. طيب اهم حاجه بس انك تاخد مع اللي بتفهم منه، سواء كان ايا كان مين، بادئ لسه مش بادئ، بص طالما بتفهم منه كمل معاه. دي اهم حاجه في الفيديو بتاع النهارده. طيب حابب اقول لك بقى ان اهم كتاب في كتب الشرح وكتب الحل في الاحياء الا هو كتاب التفوق. كتاب التفوق من افضل كتب الشرح والحل نزل السوق في الاحياء. ليه؟ لان ده يعني اهم حاجه في الدنيا. طيب الاحياء عشان تقفلها وتجيب فيها الخطه النهائيه تعمل فيها ايه؟ اولا كده الاحياء عاوز انك تفهم الرسومات كويس جدا، وده اللي لعب عليه في ثانويه عامه 2025 و2024 ورجع غلطهم. يعني في الدي ان ايه، في الدعامه والحركه اللي هو التفاصيل الاول والهرمونات، بيلعب ان هو على الرسومات خصوصا في المقالي وخصوصا في الاختيار. فالرسومات لو انت فهمتها كويس جدا هتخش الامتحان حرفيا مش هتاخد قدامك حاجه. انت لو قعدت صح في الامتحان بتاع ثانويه عامه هتلاقي ايه؟ سؤال نظري ورسمتين، سؤال نظري ورسمتين، فالرسومات هتلاقي كتير جدا. فانت لو فهمت الرسومات في ثانويه عامه هتخش الامتحان وانت على الاقل مطمن. فعشان كده اوصيكم بالرسومات كويس جدا، هتثبتك وهتخليك كويس جدا. طيب اهم حاجه برضو دلوقتي عاوز اقول لكم عليها ان الاحياء عشان برضو جزء الجيولوجيا بقى. تعالى نبص الجزء الجيولوجيا. جزء الجيولوجيا برضو عشان تكون ملم بيه لازم ولا بد انك تعمل حاجه زي خرائط ذهنيه او حاجه زي انك تحفظ الصخور او الاحجار بحاجات مميزه زي اغنيه الجيولوجيا كان بيطلع اغنيه وهكذا. الحاجات دي بتثبت في الدماغ، لان الجيولوجيا انت مفيش مجال انك تغلط فيه. الجيولوجيا مفيش مجال انك تغلط فيه. ليه؟ لو انت لا قدر الله وقعت في الاحياء الجيولوجيا تشيلك فالماده تظبط معاك شويه. اخر حاجه اتكلم عنها فيديو النهارده باذن الله رب العالمين الا وهي ان انت لما انضمتش لجروب التليجرام هينزل عليه كل حاجه حرفيا من نصايح تلخيصات. هنعمل اكاديميه كده ان شاء الله هنعلن عنها في الفتره الجايه. ما تنساش بس انك تنضم عشان كل حاجه تنزل عليه. بس كده، سلام.